القانون واضح كتير منيح. المادة 86 الفصل الخامس: يحق لكل شخص أن يحصل على المعلومات المدرجة في السجل العقاري. المادة 89 أوضح من المادة 86، بتقول يمكن لأمين السجل بناء على طلب قانوني أن يدلي على سبيل المعلومات البسيطة بكل إفادة تتعلق بالعقارات وبالحقوق العائدة لها، ويمكنه أيضا أن يعطي أي شخص كان بيان عام أو خاص بالشروح المدونة في صحيفة العقار العينية، أو شهادة بعدم وجود قيد أو نسخ عن خريطة المساحة، أو كشفا بالعقارات التي يملكها أحدهم في المناطق المعينة في الطلب. كتير واضحة هيدي المادة، المادة 89 من القانون. ولكن نتأسف نحن أنه انصدمنا بردة فعل مخالفة للقانون، صدمنا أنه رفضوا يعملوا لنا إياها، وهي واضحة المادة. يعني معلش بدي أرجع أقريها: يمكن لأمين السجل بناء على طلب قانوني أن يدلي بكل إفادة تتعلق بالعقارات أو بالحقوق العائدة لها، ويمكنه أن يعطي أي شخص كان بيان عام أو خاص بالشروح المدونة في الصحيفة العقارية، أو كشفا بالعقارات التي يملكها أحدهم في المناطق المعنية بالطلب اللي عم نتقدم له. نحن اليوم من وراء اللي صار، نحن بصدد تقديم مراجعة قانونية بوجه أولا مدير عام السجل العقاري لأنه خالف القانون، والوزير وزير المالية، لأنه ما رح نقبل تحت أي باب أنه يوقف مشروع من أين لك هذا اللي أطلقناه. ما رح نقبل أنه يستمروا السياسيين وأحزابهم واللي وراهم باستعمال السلطة بشكل منه قانوني لحتى يخفوا الحقائق ويخفوا المعلومات عن الرأي العام. الوصول للمعلومات هو حق لكل اللبنانيين، وطالما المعلومات هي حق، وبعد كل يلي استعرضناه كرمال نرجع نذكر وكرمال نأكد على يلي عم نعمله ونحطه بالإطار المضبوط، وما نسمح لحدا انه يوجهه مثل ما هو بده، وبعد كل الصدمات والتسكير بوجهنا يلي عم نتعرض له والتسكير علينا من كل الميلات لحتى ما ناخذ ولا اي معلومه نقدر نطلع فيها ونقدر نوثقها لمشاهدينا ونقدر نحطها بين ايدين الراي العام. انا عندي سؤال: اذا وصلتنا ورقه نفي ملكيه لمين ما كان من السياسيين او اللي عم يتعاطوا الشأن السياسي بهذا البلد، شو لازم نعمل برأيكم؟ لازم نخبي المستندات ونضبها ونقعد ننطر لحتى يجينا مستندات على سياسة تاني من الميل التاني أو من الطائفة التانية؟ لأنه لازم حتى بهيدي نعمل توازن بهيدا البلد، لازم نعمل 6 و6 مكرر. وصلتنا مستندات فيها 38 عقار مسجلين لليوم بالدوائر العقارية باسم جبران جرجي باسيل. بنسأل معالي الوزير عنها أو ما بنسأل؟ لا، لازم ننطر. نحن ما نطرنا، قررنا ما ننطر، وسألنا وحطينا تقرير برسم الوزير باسيل، طلبنا منه جاوبنا عن سؤال، سألنا سؤال فقط لا غير. الوزير مش بس جاوب، عمل مؤتمر صحفي اعتبرنا فيه انه عم نغتاله وعم نغتال التيار الوطني الحر سياسيا. ولع البلد على تقرير عم نسأل فيه عن كم عقار، يعني بعدنا مبلشين. شو رد الوزير علينا وشو المستندات يلي نحن بنملكها؟ هذا هو الأهم. خلينا نشوف تقرير ونرجع نحكي عن المستندات اللي بين ايدينا. من أين لك هذا؟ هالسؤال المشروع بأكثر الدول المتقدمة محل ما القوانين فعل مش حبر على ورق، ومحل ما بهم الشعب شو بيملك كل موظف بالقطاع العام من مال وعقارات. التصريح للشعب بالعلن هو القانون الأول. كل مواطن حقه محفوظ بالاطلاع على كافة المعلومات، ومن واجب الوزراء انه يصرحوا بممتلكاتهم واموالهم على الانترنت تيكونوا بتصرف الناس باي وقت. هونيك التصريح بيوصل لاصغر فاتوره بتندفع. هونيك الشعب بيسائل والقضاء بيحاسب. هون مجرد سؤال عن مصدر عدد من العقارات بتقرير موثق بالمستندات سألنا فيه وما اتهمنا، واستندنا فيه لإفادات رسمية بتثبت امتلاك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ل 38 عقار، وسألنا الوزير باسيل عن مصدر هالعقارات من منطلق الشفافية، اعتبره اغتيال إعلامي وسياسي. الهدف هو النيل من تيار عم بيحاول يعمل شيء بالبلد. الهدف انه يوقفوا الكهرباء، يوقفوا المي، يوقفوا النفط، هيدا الموضوع، الاتصالات، هيدا الشيء كله اسمه اغتيال شخصي. بكل ضمير وشفافية، وقبل ما يطلع هذا التقرير على الهواء، ما في حرب من هذا البرنامج لا على العونية ولا ضد أي شخص بالتيار الوطني الحر ولا ضد 8 أذار. خليها تكون واضحة من الأول. أولاً لأنه ما في حرب أصلاً.
في مساءلة، نحن بس دورنا نسأل، وجولاتنا ضد كل السياسيين الرافضين انه يتعاونوا بنعرف نربحها بالرواق، بنعرف نربحها يمكن بالقانون، يمكن بالشفافية. انا من رأيي العام. ثانيا، لانه المساءلة هي حق لكل لبناني عايش بهذا البلد، حقنا الاول يلي انتزع منا. من اين لك هذا؟ وعلى المعني الاجابة عن كل تساؤلاتنا. جولة بترونية تدحض ادعاءات صحفية طاولت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. بتاريخ 28/9/2005 فرز جبران باسيل عقار كبير كان اشتريه بسمار جبيل. بال2004 فرزوا ل 15 عقار تم تسجيلهم كلهم بنفس النهار بحسب الإفادات العقارية. سنة 2004 مزبوط أخذت عقار من بيي وفرزته ل 18 أو 19 عقار. هذا هو العقار 252 في سمار جبيل، وهذه هي الورقة التي تدحض المغالطات الصحفية. فالعقار انتقل إلى الوزير جبران باسيل من والده وسجل باسمه العام 2004 قبل أن يتقدم باسيل بمشروع فرزه إلى الدوائر المختصة عام 2005. كل يلي لقوه من فضيحة هو مجموعة عقارات ببلتة بالبترون اخذهم من جدي وبيي. العقارات يلي بيأكد الوزير باسيل انه ورثها عن بي وجده بتأكد الإفادات العقارية انه اشتراها. بحسب نفي الملكية 15 من العقارات المقسمة عن العقار 252 مسجلة باسم جبران جرجي باسيل، والإفادة العقارية يلي بين إيدينا بتأكد إنه الوزير باسيل اشترى هالعقار، لأنه لما عقار بينتقل بالوراثة يشار له على الإفادة العقارية بعبارة انتقال، إرث أو وصية، مثل هالإفادة العقارية لأحد المواطنين. بينما الإفادة العقارية التابعة لجبران باسيل بتشير لها العقار بكلمة بيع. هي تبع 2004 اللي عم بيقول انه هو ورثة. هاي الإفادة العقارية بتفصل كل محتويات ووصف العقار والحقوق العينية والوقوعات. يعني هاي الإفادة العقارية بتفصل كل شيء صار. بال2004 هيدا العقار انتقل لجبران باسيل بيع، مش مكتوب مثل ما شفنا بالتقرير لا إرث ولا انتقال ولا وصية. طب بركي هيدا بس تحديدا بال2004 هو حط بيع تيتهرب من ضريبة او شيء لان زورتي او لما يتقسم او شيء. طب بدي اعتبر انا انه بال2004 هيدا المحطوط انه هو من بيع مش ورثينه، شرايه محطوط. بدي اعتبر انه هيدا ورثة وعامل عقد بيع وشراء بينه وبين بيه لسبب من الاسباب. هيدا العقار خلينا نشيله، هو ورثينه هو وهول 15 عقار يلي عم يحكي عنهم، ونصر انه هن 15 حسب الافاده العقاريه مش 18. كل العقارات اللي عم يحكي عنها هو مع كل تقسيمهم بيطلعوا بيساووا مليون دولار. وهيدا اللي سرقنا من اصل القيمه كلها 22 مليون دولار حكينا عنها. هاو قيمتهم اليوم مليون دولار. خلينا نشيلهم هون نعتبر هالمليون هو ورثة. رجع اشترى الزلمه بالبترون بال2009 بال2009 يا حنه عقارات 2009 اشترى 8 عقارات لحظه بيساووا 14 مليون دولار. 78 1658 بكاتر ان 5 2 3 و1081 و1091 و1094 و1100 و1101. لكن هاي الافادات العقاريه للعقارات يلي اشتراهم بال2009 كلهم بالبترون، كلهم بيع، استملكهم بيع. وهيدا اللي له منه 600 حصه حاسبين له انه 600 سهم، وعنده شركاء تانيين فيهم كمان 600 سهم، وكلهم تملكهم بالشرايه. ما في شيء بيسمي إرث او تركي او تركي او انتقال او اي شيء. هيديك بدي اعتبرها ورثه بال2004. فيك كيف ممكن بال2009 8 عقارات كمان يكونوا ورثه؟ 2004 ورث عقار مثل ما عم بيقولوا، بال2009 رجع ورثه بال2010 وبال2010 وبال2014 و2015 خلصنا من ال2009. هودي العقارين اثنيناتهم بال2010 بيسوى 4 مليون كمان بالبترون. يا حني يلي هن او هن مزبوط هول كلهم ل 1317 و1200 وهو كلهم له، ما في حدا مشاركوا فيهم لهول العقارات. وبيرجع عقار اشتراه بال2014 وواحد تاني باعه بال2015، واحد بيملك منه 600 سهم وواحد بيملك 2400 سهم. بعد في عندنا كفر عبيده بتقرير الاو تي في قالوا بس انه بيملك ديبو فيها ومساحته كثير صغيره. صحيح. وين عقارات كفر عبيده؟ بملف كفر عبيده طلع الاو تي في عم بيقولوا انه هودي العقارات بالكفر عبيده صاروا كلهم منباعين وجبران ما بيملك فيهم. شو قالوا؟ الا ديبو. فرجونا صوره الديبو يلي بيملكوا. هاو قيمتهم كلها
200,000 دولار، قيمتهم كلها 200,000 ورقت على دولار. الهوا هيديك الجمعه ونحن قايلين بكفايه مش بس عبيدة هيك، هالقد. حاسبين له انه هو بيمرق يا حني 43 متر مربع و38 متر مربع يلي هو مساحه الديبو. ويا ريت بيتوسعوا قد ما بدهم يتوسعوا بهذا الموضوع تنبين اكثر واكثر ثروتنا العظيمه، بس الشيء يلي ما في سامح عليه لانه هيدا عم يستغبينا وعم يستغبي الشعب اللبناني. يلا لما بيقولوا في طياره وفي مليار دولار وفي بيوت بالخارج، هيدا الشيء يلي بيدفعنا بهيدا الموضوع انه نقدم دعوه. لنذكر الوزير بمضمون التقرير، نحن اعتبرنا عنه مسبقاً إنه الكلام عن الطائرة والبيوت بأوروبا هي شائعات مغرضة لحتى ما يضيع الرأي العام. إذا تنسينا ما يحكى عن ثروة المليار دولار والطائرة الخاصة وبيوت بأوروبا وممتلكات بأسامي أفراد عائلته باعتبارها إشاعات مغرضة، وأخذنا غيض من هالفيض وحسبنا قيمة هالعقارات وحدة، تطلع قيمتها التقديرية اليوم وبأقل تخمين حوالي 22 مليون دولار بأقل من 10 سنين. انا اجدد سياره عندي عمرها 12 سنه، اجدد وحده. بدهم يعملوا لي عندي نص البترون، وانا بيت حد بيتي بالبترون، حد بيتي محطوط عليه للبيع له كذا سنه، ما عم بقدر اشتريه لانه حابب اولادي اثنيناتهم، عندي صبيان كل واحد لانه ماني قادر اشتريه. بيت جدي بالبترون لاني ما قدرت اشتريته واخذ طيار المستقبل. الوزير باسيل وخلال مؤتمره لمح بطريقة معينة إنه أرقام العقارات المذكورة مبالغ فيها، وإنه هالعقارات ما بيملك إلا جزء من الأسهم فيها. عندي بواحد ربع، بواحد 6%. انت توضح للناس، هو على التلفزيون قال في 18 عقار مقسمين والباقيين هن النص اللي فيهم 6%، شيء لا يذكر. طيب لنرجع نشرح للناس شغله صغيره، انه نحن العقار اليوم لما بيكون كله لإله بنحتسب عدد الاسهم 2400 سهم، 2400 اللي هو امن العقار كله. العقارات اللي كلها لإله يلي هي 3 عقارات هي شاريها بالبترون حاسبين له 2400 وعاملين سهم، اللي هن مش كلهم لإله، في منهم بيملك فيهم 600 سهم بس، حاسبين له بس ال 600 سهم. يعني لا في تضخيم بالارقام ولا في تضخيم بحسابات العقاريه. حتى اللي له فيهم 600 سهم اللي هن هول 5 عقارات، هيدي 25% مش 6% كما ادعى هو. صحيح، هودي 25%. يعني القيمه اللي محطوطه قيمه العقارات هي مضبوطه ومحتسبه بحسب شو بيملكوا. يعني لهلا شغلتين بدنا يجاوبنا عليهم بالمستندات. نحن عم نقول في 8 عقارات هو ما نجيب سيرتهم بولا محل بولا رد من اللي ردوا على التي في ولا على الاو تي في ولا محل ما جاب سيرتهم. هول العقارات اللي بيسووا 14 مليون اليوم، وهو حاسبين له هن على قد ما بيملك، على عدد الاسهم اللي بيملكوا فيهم ما جاوبنا عنهم. وهالتقرير هو شغل صحافي استقصائي مش فاضل عليه ولا دولة، هو مستندات واضحة بحق لكل مواطن لبناني إنه يحصل عليها، وهو سؤال مش اتهام ولا اغتيال، والحقيقة هي وحدة بس. ما في حرب من هذا البرنامج لا على العونية ولا ضد أي شخص بالتيار الوطني الحر ولا ضد 8 أدار. ما بعرف إذا بعد في لزوم إنه زيد شيء أو أحكي شيء أوضح من هيك، ما في. بالنسبة لموضوع الشائعات والطيارة والبيوت، وإذا هي نحن وضعناها بإطار الشائعات، الوزير باسيل كان مفروض يدعي لما نشرت هيدي الأقوال والعناوين بعدد من الصحف، بعتقد قطعت المدة القانونية 3 أشهر، كان مفروض يقدم دعوة بهذا الموضوع، ونحن قلنا إنه هيدي إشاعات، بدنا نفترض إنه هي إشاعات. هيدا التقرير هو الحقيقة الكاملة اللي شفتوه، هو شو بتقول المستندات والوثائق الرسمية، منا خبرية ولا حكاية ولا تشويه سمعة ولا اغتيال سياسي ولا تركيبة. جبرتنا معاليك نرجع نثبت الوقايع من خلال تصاريح حضرتك قلتها، واللي بيورت مرة، ما بيورت كل كم سنة وكذا مرة كل سنة من جده عقارات. قراءة مساحة العقارات على الهواء واضحة كانت بالريبورتاج كلها سوا بكل أرقامها وبكل مساحاتها، بس رح أرجع على السريع معلش إذا الناس ما تابعت. هيدا العقار 252 اللي تم فرزه، 15 عقار شفتوا كيف تم فرزه، ما رح أحكي عنه. العقارات الثانية اللي بدي أحكي عنها هي العقارات يلي مشارك فيها الوزير باسيل، 1081 1091 1094 1100 1101 و1099. هون بس بدي رد على نقطة واحدة، هو قال إنه كلهم ورثينهم من جده، الباقيين بيملك فيهم 6%. هودي العقارات بدي أكد 600 سهم يعني 25% كرمال حسابات معالي الوزير. ومش بس هيك، اللي بيورث ما بيشارك غير ناس وبيشتروا، يعني إن كان من سياسته أو أشخاص عاديين مواطنين، في 4 أشخاص بهذا العقار وشاريينهم كلهم مع بعضهم. هلا بالنسبة للعقارات اللي بيملكها لوحده
لانه هو قال بس بيملك 6%، ما عنده ولا اي عقار بيملكه وحده. 1224 271 متر. 1317 622 متر جبران جرجي باسيل لوحده. بترون عم نحكي. 78 العقار هو 7170 متر لجبران جرجي باسيل لوحده بالبترون. 1658 بالبترون العقار رقمه هو عباره عن 1683 متر. وبي 41523 ما بعرف اذا بمشروع او شيء هن 180 متر. يعني الوزير باسيل اللي مبين بالنسبه لنا عنده في فوق ال 10000 متر تقريبا 10000 متر بيملكهم لوحده بعيدا عن العقارات يلي اذا بدي سلم جدل انه هو ورثانهم. اخر نقطة بهذا الموضوع، موضوع المستندات والوراق يلي عندنا، هو ال 43 متر و118 متر و43 متر و128 متر و800 متر، هودي العقارات يلي طلعوا الاو تي في لحتى يصورون واوحوا للرأي العام انه هودي هن بس العقارات يلي بيملكهم الوزير باسيل، وهن عبارة عن جراج او عبارة عن يلي شفتوه بالتقرير. انا بتأسف هالقد المستندات تكون واضحة